أنا مش عايزة أخلف، أنا لسه صغيرة وما كملتش 30 سنة. جملة قالتها هنا الزاهد لأحمد فهمي. إزاي أحمد وأمه ردوا عليها، وإيه حكاية خناقتها مع أخوه. تفاصيل الانفصال اللي حصل امبارح صعبة جدا، واللي حصل لهنا صعب تنساه. هنا الزاهد حاولت تبين لجمهورها إن الانفصال تم في هدوء ومن غير أي مشاكل. مش بس كده، دي كمان أكدت إنها بتتمنى ليه كل خير. لكن الحقيقة اللي محدش يعرفها إنها تعرضت لضغوط كبيرة جدا من عيلته. المشاكل بدأت من كام شهر لما اتخانق معاها أخوه كريم فهمي ومراته كمان، والعلاقة بينهم اتقطعت. مش بس كده، دول لغوا بعض من انستجرام. واتقال كلام كتير وقتها إن كريم مش عاجبه الأفلام اللي بتشارك فيها هنا، واهتمامها بشغلها على حساب جوزها. بس بصراحة هنا وقتها ما اتكلمتش ورفضت تقول ايه اللي حصل بالظبط. وفي نفس الوقت جوزها احمد ما خدش موقف من اخوه خالص عشان خاطر مراته واللي حصل فيها. لحد ما امه بدأت تسأل هتخلفوا امتى. انا عايزة اشوف ابن لاحمد زي ما كريم اخوه عنده 3 عيال. طبعا هنا كانت متفقة مع جوزها انها هتأخر فكرة الخلفة لانها لسه ما كملتش 30 سنة. كمان كل سنة بترتبط بتصوير 3 أعمال فنية على الأقل، وشايفة إنها في فترة نجاح وتألق فني. بس طبعا الكلام ده ما عجبش أحمد وأمه، خصوصا إنه عنده 43 سنة، يعني كبير في السن. أيوة 43 سنة. أحمد فهمي أكبر من هنا الزاهد ب13 سنة. ومن هنا بقى بدأت الخلافات والمشاكل، واللي للأسف انتهت بالطلاق رغم محاولات كتير جدا من أصحابهم للصلح بينهم. وعلى فكرة الانفصال حصل من 3 شهور، مش امبارح. وهنا سابت له البيت خالص وراحت بيت أمها ورجعت تعيش معاها ومع أخواتها. وطول الفترة دي كانت مستنية منه خطوة للصلح، لكن بعد 3 شهور من الانفصال حصل الطلاق بشكل رسمي، وده بعد قصة حب استمرت 4 سنين. وطبعا كلنا فاكرين فرحهم الأسطوري اللي حضروا كتير جدا من نجوم الفن، وده سنة 2019. ناس كتير شايفة إن هنا اتعرضت لمشاكل كتير بالعلاقة دي ومش هتقدر تتجاوز اللي حصل، على عكس فهمي، لأن دي تعتبر تالت جوازة ليه. فهمي اتجوز قبل كده من شهد رمزي وبعدها من منة حسين فهمي، وفي كل مرة قدر يتجاوز أزمة الانفصال بالدخول في قصة حب جديدة. في النهاية بقى تفتكروا الخلفة سبب انفصال فهمي فعلا عن هنا الزاهد؟ وهل فعلا هنا عندها حق في تأجيل خطوة الحمل؟ ولا مشاكلها مع أخوه هي سبب الطلاق؟ شاركونا بالتعليقات.